كلنا طبعا عارفين القدرات المالية اللي بقت بتمتلكها الأندية سواء دلوقتي أو من زمان، وأكبر دليل على كده هو نادي تشيلسي الإنجليزي إنه عمال يعمل في صفقات ليها فايدة واللي ملهاش. تعاقد مع لعيبة بمبالغ كبيرة جدا لكن لسنوات طويلة. طبعا شفنا نادي باريس سان جيرمان على سبيل المثال، واللي بيتعاقد مع لعيبة كلها برضه بمبالغ كبيرة غير المرتبات العالية جدا اللي بيدفعها للعيبة دي. كل ده عشان يقدر النادي انه ينافس على البطولات سواء الأوروبية او حتى البطولات المحلية. كل نادي بقى لديه القدرة انه يقدر يشتري كذا لعيب بأسعار تكون عالية، سواء كان اللعيب ده صغير وهيفيده في المستقبل، سواء او حتى لعيب يكون عنده خبرة ولكن صاحب مهارة وشخصية في الملعب. النهاردة انا جاي اقولك على اغلى 10 صفقات حصلت في تاريخ كرة القدم، ونبدأ برقم واحد وهو من عند نادي ريال مدريد واللاعب البلجيكي هازارد. تعاقد معاه نادي ريال مدريد في عام 2019 بمبلغ مالي قيمته 100 مليون يورو، علشان تكون الصفقة دي الأغلى في تاريخ النادي ريال مدريد. وهازارد كان جاي في الوقت ده علشان يعوض رحيل كريستيانو رونالدو، ولكن للأسف لحد الآن هازارد ما قدمش أي حاجة. يكفيني أقول لك إن هازارد خلال الأربع سنين اللي قضاهم مع نادي ريال مدريد ما شاركش ولا دقيقة واحدة في الكلاسيكو. نيجي للصفقة التانية واللي هي صفقة انتقال اللاعب الفرنسي بول بوجبا من نادي يوفنتوس لنادي مانشستر يونايتد. الصفقة دي من أغرب الصفقات اللي حصلت في التاريخ، لأن بول بوجبا كان من ناشئين نادي مانشستر يونايتد وانتقل في انتقال حر لنادي يوفنتوس، ورجع اشترى نادي مانشستر يونايتد من نادي يوفنتوس بقيمة مالية وصلت ل 105 مليون يورو، وده كان في عام 2016. علشان تكون الصفقة دي كانت الأغلى ساعتها في الدوري الإنجليزي والأغلى في تاريخ نادي مانشستر يونايتد. ونيجي للصفقة الثالثة وعند النادي الكتالوني نادي برشلونة. نادي برشلونة جه في فترة من الفترات كان بيتعاقد مع لعيبة كلها بأسعار عالية، أسعار غريبة جدا، رغم إن اللعيبة دي ما كانتش تستحق المبلغ ده ساعتها. ولكن ساعتها نادي برشلونة كان بيحاول إنه يعوض رحيل النجم البرازيلي نيمار بأي شكل، خصوصا إن هو ما كانش لاقيين البديل اللي يغطي المركز ده مكان نيمار بعد رحيله لنادي باريس سان جيرمان. علشان يقرر ساعتها نادي برشلونة انه يتعاقد مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي من نادي بروسيا دورتموند الالماني. ولكن عثمان ديمبلي عاش فترة ما كانتش كويسة مع الفريق نهائي، لانه كان بيعاني من فترة كلها اصابات، يمكن ما بدأش يشارك إلا فترة قليلة جدا مع النادي، وبدأ يكون مميز جدا في الصناعة أو حتى في اللعب تسجيله للأهداف. ونيجي للصفقة الرابعة واللي عند نادي البلوز نادي تشيلسي الإنجليزي. قرر في موسم 2021 التعاقد مع الدبابة البلجيكية روميرو لوكاكو كان ساعتها بيعيش فترة كويسة جدا مع نادي الإنتر، مع الثنائية اللي كان مقدمها مع اللاعب لوتارو، كانت واحدة من أفضل مواسم لوكاكو. علشان يقرر نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع اللاعب بمقابل مالي 115 مليون يورو في موسم 2020-2021، علشان تكون الصفقة دي من أغلى الصفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي ونادي بلوز تشيلسي. وننتقل على طول للصفقة الخامسة ومع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويمكن رونالدو بعد طوله على شامبيونز ليج مع نادي ريال مدريد في 2018 تتويجهم باللقب على حساب نادي ليفربول بنتيجة 3-1 في النهاية، قرر رونالدو الرحيل لنادي يوفنتوس الإيطالي. دي كانت واحدة من أكتر الصفقات جدلا في التاريخ، لأن كريستيانو رونالدو كان قيمة وقامة ساعتها كان رفع من قيمة أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي حتى من قبل ما يروح. مجرد أخبار كانت بترفع من شأن النادي. ساعتها قرر نادي يوفنتوس التعاقد معاه قيمة مالية وصلت ل 117 مليون يورو، علشان تكون صفقة من أغلى الصفقات تاريخ نادي يوفنتوس والدوري، اللي غيرت من شكل الدوري الإيطالي كتير جدا، خلت نادي يوفنتوس ليه شأن. كده نكون قلنا 5 من أغلى الصفقات في التاريخ. تخيل إن أغلى واحدة فيهم كان كريستيانو رونالدو بقيمة وصلت ل 117 مليون يورو، ما بالك بقى بالخمسة اللي لسه جايين. ونيجي عند الصفقة الستة ومع اللاعب الإنجليزي جاك جريليش، واللي قرر نادي مانشستر سيتي إنه يتعاقد معاه من نادي أستون فيلا، اللي كان مقدم معاهم أداء كويس جدا وكانت واحدة من أفضل فترات حياته في الدوري الإنجليزي. واللي بيتعاقد مع
نادي مانشستر سيتي بقيمة وصلت ل118 مليون يورو، علشان تكون دي الأغلى في تاريخ نادي مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي، اللي بتعدي صفقة روميلو لوكاكو مع نادي تشيلسي الإنجليزي. بكده بيتبقى معانا 4 صفقات، منهم 2 فرنسيين و2 برازيليين، منهم 2 في نادي و2 في نادي. بيجي معانا في المركز الرابع اللي هو اللاعب فرنسي أنطوان جريزمان. فأنطوان جريزمان كان عليه جدل من زمان، وكان نادي برشلونة بيتحاول يتعاقد معاه من فترة طويلة من قبل حتى مونديال 2018، واللي حصل عليه منتخب فرنسا. وكان جريزمان من أحد نجوم البطولة دي ومن أفضل اللعيبة في البطولة، علشان يجي موسم 2019 ويقدر نادي برشلونة يتعاقد مع اللاعب الفرنسي بقيمة وصلت ل120 مليون يورو، علشان دي تكون واحدة من أغلى صفقات نادي برشلونة. ولسه مع نادي برشلونة والصفقات الغالية جدا اللي بيتعاقد معاها نادي برشلونة، والرئيس بارتوميو خرب بيت النادي وهرب، واللي تعاقد مع النجم البرازيلي كوتينيو. صراحة كوتينيو كان في الوقت ده يستاهل انه يدفع في المبلغ ده، لان كوتينيو كان في نادي ليفربول، كان واحد من افضل لعيبة الدوري الانجليزي ومن افضل لعيبة العالم في الوقت ده. كوتينيو كان لاعب مهاري بشكل كبير جدا، وكان فعلا ده اللعيب اللي شبه نيمار او شبه ستايل نيمار في الوقت ده. صراحة كوتينيو مع نادي ليفربول كان اللعيب اللي هو يشيل فرقة، لكن او مع وصوله لنادي برشلونة اتغير الوضع تماما، واللاعب ما بقاش قادر يقدم حتى ربع مستواه مع نادي برشلونة او ربع المستوى اللي كان بيقدمه مع نادي ليفربول. علشان تكون صفقة كوتينيو اللي ثمنها وصل 120 مليون يورو واحدة من اغلى الصفقات، هي وجريزمان اللي ما حققتش اي حاجة مع نادي برشلونة او حتى دوري لازم. كده بيبقى معانا صفقتين وننتقل بقى للدوري الفرنسي. وكلنا عارفين النادي بيصرف فلوس عمال على بطال مع المستثمر القطري فخلي. الصفقة اللي تعاقد معاه هي في موسم 2018-2019 اللاعب الفرنسي كيليان، كان بيقدم واحدة من أفضل المواسم مع نادي موناكو، وموناكو في الفترة دي كان بيقدم فترة هايلة جدا، كان بيحصل فيها على لقب الدوري، وكمان كان بينافس في دوري الأبطال. وكلنا فاكرين المباراتين اللي قدموه جدا، كان عمره ما يتخطاش ال 18 سنة. فكان ان مبابي يتعاقد معاه بالمبلغ ده ساعتها كان لابد ان هو هيدفع المبلغ، لان مبابي كمان كان بينضم للمنتخب الفرنسي وكان واحد من اساسيين المنتخب الفرنسي. تعاقد مع كيليان مبابي بمبلغ 180 مليون يورو ده في سنة 2018، كانت واحدة من اغلى الصفقات اللي عملها نادي باريس سان جيرمان، تاني اغلى صفقة تاريخ كرة. وبنيجي للصفقة الأكثر جدلا في التاريخ واللي كلنا عارفينها، والصفقة القياسية اللي وصلت قيمتها ل222 مليون يورو، وده كان رقم مهولي في الوقت ده، كان رقم مستحيل تتوقعه إنه يدفع في لاعب أو حتى 5 لعيبة مع بعض. لكن الصراحة نيمار في الفترة دي كان يستحق أي مبلغ يدفع فيه، لأن نيمار كان يقدر يشيل فرقة في الوقت ده، لأنه كان فعلا هو اللي شايل فرقة. لأن بالذات نيمار بعد مباراة ال6-1 الشهيرة واللي قدم فيها مستوى خرافي مع نادي برشلونة قصاد نادي باريس سان جيرمان، وإن قدر يعمل، وهو كان نجم المباراة ونجم الرومنتادا في اليوم ده. فساعتها إن رافخليف كان يتعاقد مع نجم بحجم نيمار وشعبية نيمار في الوقت ده، كان لابد إن هو يصرف مبلغ كبير جدا. رافخليف لو كان طلب مبلغ أكبر من ده كان دفع، لأن نيمار فعلا كان في الوقت ده كان نجم كبير جدا، كان ليه كل الناس تتوقع ان هو وميسي كانوا كلهم مستوى واحد. كده يكون دول اغلى 10 صفقات حصلت في تاريخ كرة القدم. متنساش تقول لنا رايك اغرب صفقة انت قريت عنها او صفقة ما تكونش عارفها من دول.